بيتنا زي أي بيت عادي. أحلى أب وأحن أم وأغلى أخت في الدنيا. أنا وأختي على فكرة توأم متماثل. ماما وبابا بس اللي بيقدروا يفرقونا عن بعض، لكن الناس برا وحتى أصحابنا كانوا بيتلخبطوا بينا كتير. وزي ما جينا الدنيا أنا وهي مع بعض، مشينا في حياتنا في كل حاجة مع بعض. كنا في نفس الفصل، نفس المواد اللي أنا بحبها هي بتحبها، نفس الأماكن اللي هي بتحبها أنا بحبها. حتى بعد الثانوية العامة دخلنا نفس الكلية. باختصار ما كناش بنفارق بعض أبدا. لكن الشغل والعالم الواقعي اللي مش بيدي اختيارات كتير فرقنا عن بعض. أنا اشتغلت في شركة وهي في شركة تانية. أنا شغلي مكتبي، هي بتتحرك كتير في شغلها وبتقابل ناس. كان طبيعي جدا ان هي تقابل الشخص اللي يخلي قلبها يدق. ده ما ضايقنيش، بالعكس فرحت لها جدا. بس مع الوقت بدأت أغير منه. الوقت اللي كانت بتقعده معايا بقيت بتكلمه في التليفون، وحتى لما بتقعد معايا ما بقاش كلامنا زي زمان. كانت كل الحكاوي عنه، ولما احكي لها انا عن يومي الاقيها سرحانه فيه ومش بتسمعني اصلا ولا بترد عليا. ده طبعا لو هو ما اتصلش بيها في النص وقامت في وسط كلامي عشان تكلمه من اوضتها بعيد عني. الاماكن اللي كنا بنروحها انا وهي سوا بتروحها معاه. لاول مره في حياتي احس بالوحده. انا بقيت وحيده حتى وانا معاها. عالمنا انا وهي انفصل، ما بقاش واحد. هو سرقها مني. دخلت في اكتئاب، عزله. اختي اللي كنت بضيع من غيرها بقى شكلها بس بينرفزني. ما بقتش طايقه اشوفها. انا بقيت عايزاها تتجوز وتمشي بقى. مش عايزه حتى اسمع صوتها في البيت. انا وصلت لدرجه اني مش عايزه ابص في المرايه عشان ما اشوفهاش. كنت طالعه في يوم من شغلي، بعدي الشارع عشان اوقف تاكسي من الناحيه التانية، بس ما كانش مفروض اني اسرح وانا بعدي الشارع. ولا قوة إلا بالله. إيه اللي حصل ده يا جدعان؟ حد يتصل بالإسعاف بسرعة بسرعة. انا مش عارفه ايه اللي حصل. انا ما كنتش مدركه اي حاجه من اللي حواليا. انا كنت غايبه عن الوعي، وكل شويه فوق على اصوات ناس حواليا. كنت حاساها جايه من عالم تاني. سمعت صوت سرينة عربيه اسعاف. كنت حاسه اني بتشال، وبعدها ما حسيتش بحاجه خالص. ايديها اتحركت في ايديا. ولاء، ولاء حبيبتي، انت سامعاني؟ سامعاني صح؟ كنت سامعه صوت بابا وماما، بس اول ما سمعت صوتها هي حسيت روحي ردت ليا تاني. كنت عارفه انها هي اللي ماسكه ايديا حتى من غير ما اشوفها. حركت ايدي اللي في ايديها عشان تعرف اني سامعاها. اللحظه اللي بعدها كانت حضناني وحاطه راسها على كتفي وعماله تعيط. عملت مجهود كبير جدا عشان اقدر احرك ايدي واحطها على ظهرها واحضنها. كان نفسي يبقى عندي القدره اللي تخليني احضنها قوي وادخلها جوايا مخرجهاش تاني ابدا. ده اختي بتاعتي انا لوحدي، محدش من حقه يشاركني فيها. مسكت ايدي وقعدت تبوسها وتقولي من بين دموعها الحمد لله على السلامة. حاولت افتح عينيا، عايزة اشوفها، وحشاني قوي، بس معرفتش. حطيت ايدي على وشي بصعوبة، لقيت شاشة محطوطة على عينيا. ضاء حطت ايديها على ايدي ونزلتها بشويش. الشاش ده هيتفك بكره ان شاء الله يا ولاء، ما تقلقيش يا حبيبتي. عايزة اشوفك. انا جنبك وهفضل معاكي على طول. خبيني جواكي. من غير كلمة تانية طلعت جنبي على السرير وخدتني في حضنها، وانا من غير اي مجهود نمت. صحيت الصبح كنت كويسة، كنت قادرة اتكلم. كانت قاعدة جنبي على السرير وماسكين ايدين بعض وعمالين نتكلم ونحكي زي زمان. مفيش حاجة اتغيرت.
كل شوية كنت أسألها عن الدكتور وهي كانت تطلع تسأل عنه اتأخر ليه، لغاية لما لقينا الباب بيخبط والدكتور دخل علينا. قامت هي من جنبي بس فضلت ماسكة ايديا، وانا كنت ماسكة ايديها جامد بايديا اللي بترتعش من التوتر. الدكتور طلب من الممرضة اللي معاه انها تقفل الستاير عشان النور، وبدأ يفك الشاش، وانا بدأت احس بالضغط بيقل من على وشي اللي كنت حاساه مربط، لغاية لما حسيت باخر حاجة وهو بيشيل قطن من على عينيا، وطلب مني افتح عينيا بشويش. عملت زي ما قال لي، كنت بفتحها وانا باصه ناحيه دعاء، كنت عايزاها هي تكون اول حاجه تشوفها عينيا، بس ما شفتهاش، ما شفتش حاجه خالص. انا اتعميت، قعدت اصرخ واضرب في عينيا عشان تشوف. كتفوني وحسيت بحقنه دخلت في دراعي، وبعدها ما حسيتش بحاجه خالص. مش هحكي عن الفترة اللي بعدها في حياتي كانت عاملة ازاي. حاولت على قد ما اقدر اني اتعامل مع اسلوب حياتي الجديد، واتأقلم مع فكرة اني بقيت عالة وحمل على كل اللي حواليا. على قد ما اقدر كنت بحاول اعتمد على نفسي ومحملش على حد. اتخبطت ووقعت ووقعت حاجات كتير في البيت، حتى الاكل كنت بوقعه على نفسي من غير ما اشوفه. دعاء وماما وبابا هيئوا الدنيا في البيت ان ما يبقاش فيه اي رفايع او ترابيزات في طريقي، ساعدوني وتعبوا معايا كتير. دعاء ما كانتش بتسيبني تقريبا، وبالليل كانت تقرالي في اي كتاب اختاره او نقعد نتكلم مع بعض، لغاية ما الاجازة اللي كانت واخداها من شغلها خلصت، وبدأت الحياة بالتدريج ترجع لطبيعتها. ودعاء كمان رجعت لشغلها وخطيبها. من اول ما بصحى كنت ببقى قاعدة مستنية الوقت اللي هتيجي فيه. كنت بقعد لوحدي، ما كنتش عايزة حد غيرها معايا. الضلمة، السكوت، الوقت. حياتي بقت تتلخص في ال3 كلمات دول: ألد أعدائي. قمت بالليل في مرة عشان أدخل الحمام، وانا طالعه من الحمام رجلي اتزحلقت ووقعت، والبيت كله صحي مخضوض على صوت صرختي. انا كمان اتخضيت، لسه بخاف من الضلمه بالذات في الحمام. انا وقعت على ظهري على الارض وما كنتش عارفه اقوم او اتحرك. سمع صوتهم وهما بينادوا عليا وبيخبطوا على باب الحمام وبيحاولوا يفتحوه، اصلا انا قافله من جوه. عايزه ارد عليهم بس صوتي مش طالع، بقي مقفول مش بيتفتح. فجأة صوتهم اختفى، جسمي كله نمل وخشب على الأرض. حسيت بدبابيس عمالة تدخل في جسمي كله. أنا افتكرت إني اتشليت من الوقعة، لغاية ما حسيت بحاجة مليانة شوك عمالة تزحف على رجلي، طالعة ببطء. كنت حاسة بجلدي بيتشال. أنا حاسة إني بتسلخ وأنا عايشة. عايزة أهز رجلي عشان أنطرها بس مش عارفة أحركها. بدأ جسمي كله يتنفض على الأرض كأني بتكهرب. عايزة أصرخ من الوجع لحد ما قدرت أخيرا إني أصرخ في نفس اللحظة اللي اتكسر فيها باب الحمام. بصعوبة قدروا إنهم يسيطروا على الانهيار العصبي اللي كان عندي. كنت بتهته وبعيط وبتشنج، كل شوية أقول لهم أنا جلدي اتشال واصرخ. مش حاجة يا ولا، صدقيني انتي بس عندك جرح صغير في راسك عشان الوقعة. لا شالوا جلدي، أنا لسه حاسة بيهم وهم بيمشوا على جسمي بيشوكوا. انتي كويسة، مفيش حاجة في جسمك صدقيني. انتي بتضحكي عليا عشان أنا عامية صح؟ أمال إيه الخرابيش دي؟ إيه دي؟ بس بقى يا ولاء انتي اتجننتي، بطلي تخربشي نفسك كده. دعاء بسرعة قامت وثبتتني في السرير، بابا ساعدها. ماما جابت المهدئ اللي الدكتور كان قايل لهم عليه واديتهولي. فضلوا مثبتيني لحد ما اتأكدوا ان المهدئ عمل مفعول. في وسط كلامهم سمعتهم بيقولوا حد يدخل الحمام وهو طافي النور. غصب عني كنت هضحك. طب وانا هفتكر انور النور ليه اصلا؟ وهو كان هيفرق معايا في حاجة؟ نمت وانا ماسكه ايد دعاء وهي فضلت جنبي. صحيت مفزوعه من النوم على صريخها، وكان حد ماسكني وعمال يهز فيا ويزعق عشان اصحى. صحيت واتنفضت، قعدت في السرير ورجعت لورا لحد ما ظهري لمس ظهر السرير. انا فضلت فتره مش عارفه اسيطر على قلبي من الخضه، وكنت سامعه صوت عياط دعاء جنبي.
تايهة في الضلمة لوحدي مستنية حد يعرفني أي حاجة. عرفت إن لما دعاء جت تشيل إيديها من إيديا عشان تروح شغلها، أنا غرست ضوافري في إيديها. فتحت عينيا وبصيت في اتجاهها وكنت بزوم. هي فضلت تحاول تشد إيديها من إيديا وهي ساكتة من صدمة المنظر. بس لما أنا قمت قعدت على السرير وشديت إيديها وعضتها بسناني لحد لما الدم نزل منها، هي صرخت. بصيت لها وقلت لها كلمة واحدة قبل ما اسيبها وجسمي يقع وانام تاني: ما تسيبنيش. البيت كله قام على صريخها، ولما دخلوا علينا الأوضة أنا كنت نايمة وعلى بقي أثر دم دعاء وكنت بزوم. ماما حكيت لي كل ده وصوتها كان بيرتعش، ومهدت لي بعدها إنها هتسأل عن دكتور نفسي كويس ليا. أنا كنت سامعة كلامها كله وساكتة، ما فتحتش بقي بكلمة، مش مصدقة حرف واحد. بس هم ايه اللي هيخليهم يكذبوا عليا؟ ماما كانت عايزة تساعدني ان اروح الحمام عشان اغسل وشي واشيل الدم اللي عليه. قمت معاها وسبتها هي تعمل كل حاجة. انا ما كانش عندي طاقة ان احرك ايدي حتى. قعدتني في الصالة وحطت لي فطار وسابتني ودخلت اوضتي عشان تنضفه. ما كنتش قادرة اكل. حسيت بايد دعاء وهي بتطبطب على ظهري، وقعدت جنبي وبدأت تاخد الاكل من الطبق وتاكلني. انا كنت باكل وانا ساكتة، وبعدين مسكت ايديها وحضنتها واعتذرت لها كتير وانا بعيط. انا بجد مش فاهمة ازاي ده حصل. ده انا اموت نفسي ولا اذيها في يوم من الايام. طبطبت على شعري وقالت لي انها مش زعلانة، بس هتزعل بجد لو ما كملتش اكل. من واحنا صغيرين هي اللي كانت بتخليني اخلص اكلي، وكملت اللي كانت بتعمله وقعدت تاكلني لحد ما سمعت صوت ماما وهي خارجة من اوضتي وفي ايديها الموبايل وبتديهولي عشان دعاء عايزة تكلمني وتطمن عليا. الاكل كان هيقف في زوري، مش قادرة ابلع اللي في بقي. مين اللي قاعد جنبي وبيأكلني؟ بشويش حركت ايدي وهي بترتعش للكرسي اللي جنبي. الكرسي كان فاضي. قمت بسرعة من مكاني ومن الخضة وقعت الاكل على الارض. ماما رمت الموبايل من ايديها وساعدتني وهي مش فاهمة في ايه، لغاية ما وصلت الأوضة. دخلت اوضتي وقعدت على السرير وادتني الدواء وفضلت جنبي لحد ما نمت. شوية وصحيت. فضلت قاعدة على السرير. سواد، سواد في كل حاجة وكل اتجاه. وفي وسط كل السواد ده لمحته طفل صغير راكب عجلة. انا دعكت عيني كذا مرة مش مصدقة اللي انا شايفاه، مش مصدقة ان انا شايفة حاجة اصلا. الطفل كان جاي بسرعة في اتجاهي، وبعدين حود مرة واحدة وهو جنبي قوي لدرجة انه خبطني في رجلي جامد. انا صرخت ومسكت رجلي وهو اختفى، ورجعت للسواد الاصلي بتاعي تاني. انا مش قادرة افهم معنى اللي حصل، بس بجد رجلي وجعني قوي. مشيت بايدي على رجلي مفيش اي جروح، ودقايق وكان الوجع كمان راح. ماما جت على صوتي بس انا قلت لها ما تتخضيش، انا كويسه. سالتها يا دعاء ما جاتش ليه؟ قالت لي انها كان المفروض تتغدى مع خطيبها بره النهارده، بس لغوا الخروجه وهيتغدوا معانا عشان في عجله خبطتها. لسه كنت هصرخ من الخض على اختي، بس هي طمنتني وقالت لي الحمد لله مفيش حاجه، بس هي رجليها وجعها شويه. ده عيل صغير اللي خبطها، فبسيطه ان شاء الله. سابتني وطلعت تجهز الاكل وانا دماغي كانت هتنفجر من الاسئله اللي فيها. فوت من افكاري على صوت باب الشقه وهو بيتفتح ودعاء وخطيبها داخلين. ناديت على دعاء عشان عايزه اطمن عليها من الخبطه، وهي ردت عليا انها جايه، بس خطيبها مسك ايديها ووقفها. الصوت كان واطي وبره في الصاله، بس كنت سامعاه كانه بيتقال في ودني. قال لها روحي اغسلي رجلك مكان الخبطه الاول وغيري هدومك. قالت له انها تدخلي بس وتطلع تعمل ده. قال لها لو سمحتي اعملي اللي بقولك عليه. بصت على باب اوضتي، راح هو قايل بصوت عالي هتغير هدومها وتجيلك يا ولاء. نار ولعت فيا. هو مين اللي ممكن يتحكم في اي حاجه بيني وبينها؟ ماما نادتني عشان اطلع اكل. اكل ايه اللي بتتكلم فيه؟ طلعت من اوضتي بشويش وسمعت صوت دعاء وهي خارجه من اوضتها، وجريت عليا وحضنتني. حضنتها وسالتها
انتي كويسة؟ طبطبت عليا وقالت لي الحمد لله، كانت خبطة بسيطة. رحنا قعدنا على السفرة وهي مسكاني من ايدي. ماما حطت الطبق قدامي بس انا ما كنتش مركزة مع الاكل. خطيبها سلم عليا ببرود وانا رديت عليه عشانها. هو ما بيحبنيش عشان عارف انها بتحبني اكتر منه. كانت دايما الغيرة مولعة في قلبه مني. الكلام المعتاد من شرفتنا ومنور وكل ما تتكسفش انت في بيتك، لغاية ما اتكلم هو في الجد وقال انه عايز يحدد ميعاد الفرح. انا عامية بس كنت حاسة بابتسامته وهو بيقولها وباصص ناحيتي. انا مش بشوف، لكن كنت حاسة بكمية الشماتة اللي في كلامه، زي اللي بيقولي انه هياخدها مني وتبقى بتاعته لوحده. دعاء اللي قالت له متهيألي نستنى شوية، قال لها نستنى ايه، ما خلاص كل حاجة جهزت. وبصلي وهو بيكمل كلامه، ووضع ولاء دلوقتي الحمد لله بقى مستقر خلاص اهو. ما قدرتش استحمل اكتر، قمت وقفت بسرعة وزقيت طبقي بعصبية على السفرة اللي من غير ما اعرف خبط في طبق الشوربة السخنة اللي اتدلق على دعاء. مش قادرة اوصف اللي حصل. دعاء صرخت واتنفضت لورا وهو قام وقعد يزعق انه المفروض اخد بالي وانا بتحرك. انا الدموع انفجرت من عينيا وانا عمالة اعتذر لدعاء وقربت ايدي منها عشان اطمن عليها. هو زق ايدي وخد دعاء ومشي بعيد عني. كنت سامعاه وهو بيتكلم، خطواتهم بتبعد لكن صوته مش بيبعد. كان بيقول لها انت عايزة تقعدي هنا ليه؟ ولاء بقت خطر عليكي، مرة تعضك ومرة تدلق عليكي طبق الشوربة، والله اعلم هتعمل ايه فيكي تاني. ده غير الهلاوس اللي بقت عندها. فاكرة يوم الحمام وهي بتخربش نفسها وفاكرة ان حد بيخربشها؟ انتي نفسك اعترفتي انك بقيتي تخافي منها. احنا لازم نتجوز وبسرعة كمان، انا مش مستغنية عنك. جريت على اوضتي وانا مش مصدقة. هي ازاي تحكي له؟ ازاي تعريني قدامه؟ اختي ستري وغطايا، ازاي تعمل فيا كده؟ انا دعاء تخاف مني انا؟ بس كل ده بسببه، كل حاجة وحشة حصلت في البيت ده بسببه. بس شوية كنت سامعة دعواتهم للعرسان الحلوين، أصلهم حددوا ميعاد الفرح. الصريخ اللي جوايا هو اللي ما كانش حد سامعه غيري، الدموع اللي نازلة من عينيا ما حدش حس بيها غيري. الأيام اللي بعدها انشغلوا بجهازها وفرش شقتها. أنا بقيت ولا حاجة، ولا كأني واحدة منهم. بسمعهم من أوضتي وهم بيتكلموا ويضحكوا، وبسمع ماما وهي بتدلع بحاجات كتير، ما هي عروسة بقى. لكن أنا الدعوة الوحيدة اللي بيدعوها لي بقت ربنا يشفيكي. بس أنا كمان اتغيرت، ما بقتش بخاف من الضلمة، ولا بزهق من الهدوء، ولا بمل من الوقت. بالعكس، تركيزي زاد جدا لما بركز، حتى الأصوات اللي حواليا ما بسمعهاش. كنت بنفصل عن العالم اللي حواليا بالتدريج. ارتباطي بدعاء قوي جدا، ارتباطي بيها خلاني اقدر اسمع واشوف كل حاجة هي بتعيشها. اي حد او مكان على تواصل بيها بقدر اوصله، بس بمجرد غيابها بيفصلني وبرجع تاني لأرض الواقع بتاعي، برجع للسواد اللي محاوط حياتي كلها. جربت كتير ان انفصل عنها بتركيزي، كنت بفشل. كنت بسمعه كل يوم وهو بيكلمها عن السعادة اللي هي عايشها فيها بعيد عني. انا بكرهه. كتير بيعدي عليها ياخدها من الشغل ويوصلها البيت، انا كنت ببقى معاهم، سامعاهم وشايفاهم. في مرة هي طلبت منه تروح محل هدوم معين، سألها عن السبب وكانت الإجابة كفاية انه يرفض. قالت له عايزة اجيب فستان لولاء عشان فرحنا. قال لها انه تعبان ومش هيروح في حتة، وان ممكن ماما هي اللي تنقي فستانها. قالت له انها هي اللي عارفة ذوق ولاء، وانه طالما تعبان ينزلها هنا وهي هتروح. زعق فيها جامد انها تنسى ولاء بقى، بمعنى ان كل واحد يشيل نفسه وهي ملهاش دعوة بالهم ده. قالت له انت وعدتني انك عمرك ما هتقف بيني وبينها، وانك هتوديني واجيب الفستان. قال لها لا معلش، انا ما قلتش هروح معاكي في حتة،
يمكن تبقى هلاوس، ما هي شكلها وراثة عندكم. الكلام اللي قاله بالذات اخر جملة واللي معاها دعاء انفجرت في العياط، انا كنت بقيت زي المجنونة. وقف العربية مع عياط دعاء وقعد يتكلم معاها ويعتذر لها انه مش قصده. جبت دبوس من طرح الدعاء، طول ما هو بيتكلم انا بدخل الدبوس بسرعة في راسه واطلعه. كان كل شوية يهز راسه شوية وبدأ يمسك دماغه ويصرخ من الألم. لما مسك راسه رحت دب الدبوس بعزم ما فيا في ايدي. دعاء افتكرت انه بيمثل عشان تسامحه لحد ما شافت الدم على راسه. دعاء لما رجعت البيت جات لي الأوضة ومن غير أي كلام حضنتني وقعدت تعيط. مالك؟ مفيش. بتخبي عليا؟ حاسة انك وحشاني قوي، يمكن كمان متوترة عشان قربت تتجوزي وتسيبيني. بصيت لي بعينيها نظرة حسيت بيها ما شفتهاش. مين اللي قال ان الاحساس محتاج عينين؟ طول اليوم ده دعاء فضلت معايا ما سابتنيش خالص. كان بيتصل بيها وهي تبص في موبايلها وتسيبه وتمسك ايدي تاني. مش هتردي؟ مش عايزة اسيبك. بالليل ماما دخلت علينا الأوضة ومعاها تليفونها وبتقول لدعاء ان حازم خاطبها على التليفون وعايز يكلمها. دعاء خدت من ماما التليفون وردت عليه. انا كنت سامعة زعيقه ليها وهي كانت ساكتة ومش عايزة تبين. قفلت التليفون واديته لماما وخدت تليفونها وقالت لي هكلمه وارجعلك. مسكت ايديها مش عايزاها تمشي، طبطبت عليا وقالت لي من وسط دموعها مش هتأخر عليكي. سابتني وطلعت تتكلم من بره. قعدت في مكاني وركزت معاها وفي اقل من دقيقة كنت عنده في اوضته. كان قاعد على السرير وبيكلم دعاء بالسماعات وماسك موبايله في ايده. كان بيزعق لها وبيقول لها اختك لو بتحبك بجد تبعد عنك بقى وتسيبك لحياتك، ولا عشان هي حياتها باظت يبقى تاخدك انت كمان. ما تفوقي بقى، قعدتك جنبها مش هترجع لها عينيها تاني. ما حسيتش بنفسي وقربت منه لغايه ما وصلت عند راسه، بس اللي انا نفسي ما عملتش حسابه ان انعكاس صورتي ظهر على شاشه موبايله. قام اتنفض وقعد يبص حواليه ولسه هيقوم من على السرير هجمت عليه ومسكت راسه بايديا الاتنين، وقبل ما يعرف ايه اللي بيحصل له كانت صوابعي جوه عن الاتنين. فقت على صوت سرير دعاء وهي طالعه بتجري من اوضتها. قمت انا جريت دخلت الحمام من غير ما اشوف. كنت عارفه ان ايديا غرقانه دم، كنت حاسه دمه لسه في ايدي. البيت كله صحي وبيسال دعاء في ايه. انا قاعده في الحمام سامعاهم. قالت من وسط عياطها انها كانت بتكلم حازم في التليفون ومره واحده فضل يصرخ وما يردش عليها. غسلت ايدي ووشي وخرجت. دخلت اوضتي وقفلت الباب. دعاء بتصرخ كده ليه؟ دي ما صرختش كده لما عرفت اني اتعميت. فهمت من اصواتهم انهم لبسوا وكانوا نازلين رايحين له. نزلوا وقفلوا الباب بسرعه. صوت خطواتهم اللي بتجري من اول ما كانوا على السلم لحد الشارع بيرن في ودني. ركبوا العربيه وراحوا لحازم، واول ما وصلوا عرفت انا كمان اوصل لهم. اخته الصغيره كانت في الشقه وبتعيط وبتلم في حاجات، ولما فتحت باب الشقه لقيتهم قدامها. قالت لهم ان حازم عينيه مره واحده بقت بتنزف دم وكان بيصرخ وهم طلعوا بيه على المستشفى وهي نازله رايحه له. نزلوا كلهم مع بعض وانا اتفصلت عنهم تاني. حاولت كتير اوصل لهم معرفتش لحد ما الصوره ظهرت تاني في مدخل المستشفى. كنت انا ماشيه جنب دعاء بس انا كنت عايزه ابقى جواها. قربت منها وفي اقل من ثانيه بقت تحت سيطرتي. اصل قعدتي لوحدي الفتره اللي فاتت عرفتني حاجات كتير قوي عن نفسي ما كنتش اعرفها. طلعت معاهم اوضته ولما دخلنا بابا وماما جريوا عليه ومامته كانت قاعده بتعيط جنبه وهو عينيه ملفوف عليها شاش، وانا وقفت عند باب الاوضه بتفرج عليه وهو عينيه مربوطه ومش قادره امنع ابتسامه الشماته وهي بتترسم على وشي. بس فجاه كلهم سابوا حازم وبصولي مستغربين. ألف سلامة على حازم يا طنط. هو الدكتور قال ايه؟ محدش رد عليا. الدكتور دخل وشاور لمامة حازم تجيله. مامته قامت وما نسيتش تبصلي باستغراب وهي معديه من جنبي وطلعت من الاوضه
وماما وبابا بصولي شزرا وطلعوا وراها، وبقيت انا وزومي بس اللي في الأوضة. قربت منه بشويش وانا بغني له الأغنية اللي بيحبها، وقعدت جنبه ومسكت ايديه. حازم حبيبي زومي، هترد ولا اقطعلك لسانك كمان؟ طالما مش عايز تستخدمه عشان يبقى عينيك ولسانك. مش تفكرني اني مش مفروض اضحك في المستشفى بصوت عالي؟ احنا في مستشفى يا قلبي. اخر واحدة كنت مستني منها الشماتة هو انتي، ده انتي كنتي كام يوم وهتبقي مراتي. لا مش هيحصل، اعتبر الخطوبة انتهت. انا مش هربط حياتي بحياة واحد اعمى. سبته وطلعت وانا عارفة انه بيحاول يستوعب اللي قلته. مشيت رحت لماما وبابا وشدتهم من جنب طنط. ماما لسه هتتكلم انه هيحتاج عملية عشان مش عارفة ايه اللي حصل في القرنية. قلت لهم انا وحازم سيبنا بعض خلاص، يلا بينا نمشي. ماما برقت من خضتها من اللي قلته، واللي كان خضتها اكتر اللامبالاة اللي بتكلم بيها. سلموا على طنط بسرعة وجري ورايا عشان يلحقوني. اسئلة اسئلة. في الاخر قلت لهم هو قال لي انه مش عايز يرتبط بيا عشان ظروفه وكده، وانا قلت له عندك حق. اول ما طلعنا للشارع انا فقت. دعاء ما بقتش معايا، بس اللي حصل وعرفته لما جم هنا ان دعاء مرة واحدة سكتت وما بقتش بتتكلم، ولما ركبوا العربية طبعا هم مش مبطلين كلام عن اللي لسه سامعينه منها من شوية. هي مسكت دماغها وصرخت، وبعدها سكتت وهم كمان سكتوا. دعاء الدربكة اللي حصلت في دماغها هي مش مستوعباها لحد دلوقتي. ماما دخلت عندي الأوضة تطمن عليا وتتأكد اني خدت الدواء. حكيت لي على اللي حصل عشان تبرر بيه خروجهم والدربكة اللي عملوها قبل ما يخرجوا من غير حتى ما يقولولي. عرفت منها ان دعاء في أوضتها وقافلة على نفسها الباب، بس انا مفيش باب بيقف قدامي. استنيت لما البيت كله الصوت هدي فيه، وقعدت وركزت وما عداش وقت كبير، وكنت واقفة جنب سريرها شايفاها وهي نايمة. قربت منها وحطيت ايدي على شعرها، بدأت ألعب في شعرها بنفس الطريقة اللي كنت بعملها زمان. دعاء سامعني؟ شفتي حازم سابك ازاي؟ حازم قالك انه مش عايز يشوفك تاني لما يخف. حازم ما كانش بيحبك. دعاء مفيش حد في الدنيا يحبك قدي. الناس كلها شريرة وانتي مش عايزة تشوفي حد فيهم. دعاء كان جسمها بيتنفض في ايدي كأنها بتتكهرب، وانا كمان كنت بتنفض. كانت قافلة بقها قوي وجزة على اسنانها. دعاء انتي مش عايزة تشوفي حد تاني. دعاء كلهم ما يستاهلوش انك تشوفيهم. محدش يستاهل عينيكي غيري انا توأمك. يلا يا دعاء تعاليلي، حياتي وحشة من غيرك وانتي حياتك وحشة من غيري. يلا يا دعاء تعالي. مدت لي ايديها وهي جسمها بيتنفض زي ما هو، وادت لها الحاجة اللي كانت في ايديا. رفعت ايديها لفوق قوي ونزلت مرة واحدة بالمقص على عينيها. في اللحظة اللي صرخت فيها انا كمان صرخت. كنت حاسة بالوجع في عينيا انا، وكل حاجة اختفت مرة واحدة والدنيا اسودت. انا واختي دعاء توأم متماثل. ماما وبابا بس اللي بيقدروا يفرقونا عن بعض، وزي ما جينا الدنيا انا وهي مع بعض مشينا في حياتنا في كل حاجة مع بعض. كنا في نفس الفصل، نفس المواد اللي انا بحبها هي بتحبها، انا بحبها، نفس الاماكن اللي هي بتحبها انا بحبها، نفس الكرسي اللي بقعد عليه في اوضتي بقى ليها واحد زيه جنبي مع بعض، نفس الضلمة اللي انا شايفاها على طول هي كمان بقت شايفاها. لما بنركز انا وهي في نفس الوقت مش بنشوف غير بعض، وده كان كفاية علينا. اصلنا توأم متماثل على فكرة، بس ما بقاش في الشكل بس.
النار.